ومن الآخر دي كل حاجة ليها علاقة بكلود، مش محتاج تعرف أي حاجة تانية عن الأداة دي، لأنك دلوقتي عارف كل حاجة تستخدمها إزاي. ده هيكون الفيديو الوحيد اللي محتاج تسمعه عشان تفهم كل حاجة ليها علاقة بالكلود. هاشرح لك فيه كل تفصيلة فيه بتعمل إيه، مهمتها إيه، ممكن تستفيد منها إزاي، ممكن تحسنها إزاي. فده من الآخر الفيديو الوحيد اللي هتحتاج تسمعه. الفيديو ده معمول عشان في كمية ناس بتستخدم كلاود وهي مش عارفة إن تقريبا بنستخدمه 90% بشكل غلط، أو تقريبا بنستخدم 20-30% بالكتير قوي من القدرات اللي موجودة جوه الأداة دي. فالفيديو ده هشرح لك فيه كل حاجة، هعرفك بالظبط ازاي تستخدم 100% من القدرات اللي كلاود بيديها لك. عشان كده كالعادة عايزك تجيب كوباية قهوة حلوة وتعالى نبتدي مع بعض. تعالى بقى نبتدي نخش على طول على الأداة ونبتدي نشرحها مع بعض. أول حاجة هتلاقيها الشات، الشات الطبيعي اللي احنا بنشوفه دايما. هنا في كذا عنصر كده ممكن نبص عليهم. أول حاجة الشات الطبيعي اللي أنت ممكن تكتب فيه أي حاجة، ولكن في حاجة هنا هتلاقيها اسمها سونيت أو أيا كان الموديل اللي بتستخدمه. طب ده عبارة عن إيه؟ ده بيخلّيك تستخدم الموديل اللي أنت هتتكلم معاه. طب يعني إيه أصلًا موديل؟ وإيه الفرق ما بينهم؟ وإمتى أستخدم كل واحد فيهم؟ بُص، من الآخر دول الbrain أو دول العقل بتاع الموديل اللي هتتكلم معاه. يعني من الآخر لو أنت دلوقتي بتتكلم مع شخص أو بتتكلم مع فريق، كل واحد فيهم عنده نسبة معينة من التفكير، فأنت بتختار بناءً عن الtask اللي أنت عايزه أو السؤال اللي أنت عايزه أو الحاجة اللي أنت عايزها، أنهي واحد فيهم هو فعلًا المناسب يعملها صح. طب ماشي، إيه بقى الفرق ما بينهم؟ هاستخدم كل واحد فيهم إمتى؟ من الآخر تعالَ ناخدهم من تحت لفوق. أول واحد اللي هو Haiku، ده تقريبًا أضعف موديل جوه الecosystem بتاع Claude. طب حلو، ده نستخدمه إمتى؟ صدقني ما أعرفش. تقريبًا 100% من استخداماتي عمرها ما كانت بالموديل ده. يعني أنا عمري حرفيًا ما استخدمته في أي حاجة مهما كانت بسيطة أو مش بسيطة، ولكن أنت ممكن تستخدمه في المحادثات العادية. يعني أنت مثلًا لو عايز تعمل محادثة مش brainstorming، يعني مش بتخطط لحاجة مهمة، مش تخطيط، محادثة عادية جدًا، شخصية عادية خالص، ومش عايز تصرف credits كتيرة، لأن في حاجة لازم تعرفها، إن كل واحد فيهم بسبب إن هو أقوى بيخلّيك تصرف credit أعلى. طب يعني إيه credit؟ credit ده لمّا تكون على الpro plan أو حتى الfree plan بيدّيك نوع معيّن من credit في اليوم، في الأسبوع، في الشهر تقدر تستخدمها. لو فضلت تستخدم أقوى موديل هتخلص أسرع، مش هتعرف تخلّص شغلك وهتفضل واقف مستني. لو قدرت تستخدم أضعف واحد فيهم هيفضل مكمّل معاك، بس الشغل مش هيطلع بالضبط زي ما أنت عايزه. فهي دي الbalance بقى. فده ممكن تستخدمه لمّا تكون مش عايز تصرف كتير وعايز تعمل محادثة عادية. اللي فوقيه اللي هو Sonnet، ده بقى الupgrade. Sonnet هو الperfect match ما بين إن أنت عايز حاجة قوية جدًا وفي نفس الوقت حاجة ما تصرفش معاك credit كتير. طب حلو، خلّينا بقى نكون صريحين. Sonnet هو number one model بالنسبة لي اللي باستخدمه في تقريبًا 90% من شغلي. في التخطيط باستخدمه، في الbrainstorming، في الstructure، في الorchestration، في كل حاجة باستخدمها تقريبًا 90% منها بيكون Sonnet. تمام؟ فده تقريبًا اللي تروح له وأنت بتخطط، وأنت بتفكر، وأنت بتبني بنسبة 90%. طب حلو، تالت واحد بقى اللي هو أعلى واحد فيهم، اللي هو مش بس أقوى موديل في Claude، Opus هو أقوى موديل في العالم حاليًا. تقريبًا يعني ممكن نقارنه مع GPT 5.5، يعني ممكن نتكلم فيهم، ولكن تقريبًا هو أقوى واحد دلوقتي. تمام؟ إمتى بقى نستخدم Opus؟ حاجة زي دي بجد ما تستخدمهاش غير لمّا تكون في مشكلة كبيرة. من الآخر كده Opus 4.7 من ساعة ما نزل لو دخلت تهزر معاه وتقول له هاي هيقول لك طب خلاص بقى كده أنا تعبت، عدّي عليَّ بكرة بقى نتكلم. فهو فعلًا يعني بياخد credit بشكل رهيب. فدي بقى الفكرة، إن أنت تكون عندك الbalance في دماغك إزاي توازن ما بينهم. بتكون حاجة صعبة أوي، 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 ما فيش حاجة تعرف تحلها روح لOpus. حاجة ما بين 1% لحد 90% من أي حاجة أنت ممكن تفكّر فيها روح لSonnet بس، وتحاول تلاقي الbalance ما بينهم. تحت هتلاقي حاجة adaptive thinking. طب ده يعني إيه بقى؟ ده معناه إن أنت أيًا كان الmodel اللي هتستخدمه، إذا كان أضعف واحد أو إذا كان أقوى واحد، بتدّي له الpermission أو الصلاحية إن هو لو أنت سألته سؤال معقّد هيفكّر بشكل أطول، لو سألت سؤال عادي جدًا ممكن يجاوبه بسرعة، مش محتاج يفكّر، هو هيبتدي يرُد عليك بسرعة. فده بيخلّيه يقدر يأدابت أو يقدر يمشي مع الريتم اللي أنت عايزه منّه. لو عايز حاجة صعبة أوي هيفكّر فيها، لو عايز حاجة مش محتاجة تفكير عميق عادي جدًا هيجاوبك بسرعة. لو نزلت على more models
هتلاقي بقى موديلز قديمه اصلا، حاجه زي اوبوس 4.6، اوبوس 3، او حتى سونيت 4.5. كل دول بقوا موجودين ان انت لو مش عايز حاجه لاست فيرجن، لو مش عايز اخر اصدار من الحاجه، ممكن تستخدم حاجه اقدم. يبقى ده اول ايكون. وهنا بقى تيجي واحده من الحاجات المهمه قوي، علامه الزائد دي. اول ما تفتحها هتلاقي كميه حاجات رهيبه، وتقريبا ناس كتيره جدا بتخاف تلمسهم، ولكن تعالى ناخدهم واحده واحده. اول حاجه هي اد فايل او فوتو. دلوقتي ده بيخليك بموضوع بسيط جدا ان انت ترفع او تعمل ابلود لصوره، ملف، او اي حاجه، على اساس تدي كونتكست، او على اساس ان كلود يفهم الموضوع اللي انت عايز تتكلم فيه احسن. فانت عايز تديله صوره وتقول له تعالى نعدل على الصوره دي، او اشرح لي الصوره دي، او عندي مشكله مثلا في موبايلي وده سكرين من الايرور اللي طالع عليه، ايا كان. او حتى ملف، انت مثلا رفعت له ملف اكسل شيت وبتقول له لخص لي الملف، او اعمل لي داشبورد شكلها حلو عشان اعرف اشوف الكلام ده كله. ايا كان اللي انت عايز ترفعه له عشان يفهمه، هترفعه له من هنا. تاني حاجه بقى هي اد تو بروجكتس. انا مش عايز اتكلم في دي دلوقتي، دي سيبها لما نتكلم عن السايد بار ونشرحها واحده واحده. ولكن خليك عارف انك ممكن تحط الشات بتاعك اللي انت بتتكلم فيه ده دلوقتي جوه بروجكت معين. اوكي. تالت حاجه هي السكيلز. بص، من الاخر لو في حاجه واحده انصحك انك تتعلمها عشان تعرف تتعامل مع كلاود او اي شات تاني، هي السكيلز. السكيلز دي زي ما هي متسميه بالظبط، هي المهاره اللي ممكن في ثانيه تجيبها وتديها للايجنت بتاعك او الاي اي بتاعك، ففي ثانيه يبقى عنده سوبر باور في حاجه معينه، اذا كانت في الماركتنج، اذا كانت في السيلز، اذا كانت في الديزاين، اذا كانت في الويب سايت، ايا كان. وكمان عشان كلاود تقريبا اصلا هي المخترعه لكلمه سكيلز، لو جيت انا ادوس على مانج سكيلز هيجيب لك بلاتفورم كبيره قوي او ماركت سبيس كبير قوي ممكن منه تحمل سكيلز كلاود نفسها هي اللي منزلاهم. وبرضه هتكلم عنها قدام في الفيديو. ولكن خليك عارف انك ممكن برضه تستخدم سكيل بشكل معين وانت في الشات. يعني مثلا لو انت هتعمل بي دي اف وانت عندك سكيل معينه بتعمل البي دي اف بشكل معين وبديزاين معين، الموضوع بسيط جدا. هتيجي هنا تختار السكيل وتبتدي بقى تتكلم، فخلاص الشات او كلاود عارف ان انت هتستخدم السكيل دي عشان تعمل الحاجه دي. اوكي. رابع حاجه اللي هي الكونكتورز. طب دي عباره عن ايه بقى؟ دلوقتي كلاود او اي شات عامه غير زمان. زمان كان اخره انك تقعد تتكلم معاه، ما يقدرش يعمل لك اي حاجه حرفيه بايديه. دلوقتي الموضوع مختلف. دلوقتي انت ممكن تعمل كونكت مع كل التولز اللي تعرفها حرفيا في حياتك. يعني مثلا تعال نقول انت عايز تعمل ديزاين معين على كانفاس، وعايز الاي اي او كلاود هو اللي يروح يعمله لك. انت بتيجي هنا تعمل كونكت او اد كونكتور، ومنها هو يفتح لك كل الماركت بليس اللي ممكن تعمل بيه كونكشن في اي حاجه انت ممكن تتخيلها. انت عندك هنا جيميل، عندك جوجل درايف، عندك كالندر، عندك كانفاس زي ما قلنا. دلوقتي بقى عندك شوبيفاي. انا عايزك بس تخيل الحته دي كويس قوي. لو انت عندك اي كوميرس ستور او متجر الكتروني بتبيع من عليه، دلوقتي بضغط الزرار انت ممكن تعمل كونكشن ما بين كلاود وما بين شوبيفاي، فتعرف تعمل تراك على كل حاجه، على ارقامك، على المخزون بتاعك، عن اي حاجه انت ممكن عايز تعملها. ممكن تعمل له كونكشن وتتكلم عنها. ممكن تعمل كونكشن مع فيجما، ممكن تعمل مع مايكروسوفت، مع نوشن، مع سبوتيفاي، مع سلاك، مع مايرو لو حد بيستخدمه، و500 الف تول تانية. انا لو فضلت اسكرول انا ممكن اقعد لحد الصبح. فده مخليك مطمن ان مهما كانت التول اللي بتستخدمها، انت عارف كويس قوي ان انت هتيجي هنا تعمل لها كونكشن، وكلاود هيبقى عنده تحكم كبير عليها. مش محتاج تعمل حاجه بايدك دلوقتي خالص. كلاود ممكن تدي له الاوامر او تدي له البرومبت بتاعك، هو يروح يعملها بنفسه. وهي دي الكونكتورز. ممكن تعمل اد، ممكن تعمل مانج. يعني من الاخر هنا بتيجي بتلاقي كل الكونكشنز اللي انت عاملها. يعني مثلا عامل كونكشن مع كروم نفسه عشان يعرف يستخدم البراوزر بتاعي، هنا باجي اعمل لها انيبل، ديسيبل، يعني اطفيها، اشغلها، او ايا كان. يعني هنا من الاخر انت بتتحكم في كل الكونكشن بتاعتك. واخر واحده دي من الاخر مهمتها ان انت بتقول له هل ينفع استخدم التول دي من قبل ما اسالك، ولا لازم اسالك كل مره استخدمها؟ يعني كل مره مثلا انا اروح اعمل ديزاين على كانفاس لازم اسالك، ولا عادي انت خلاص مديني البرميشن ان انا اروح العب براحتي واعمل اللي انا عايزه؟ فدي مهمتها. اخر حاجه اللي هي البلوجنز، دي سيبها دلوقتي هشرحها لك بشكل اعمق في الفيديو ده، ولكن خليك عارف ان هي موجوده برده في الشات. واخر 3 حاجات هم ليهم علاقه ببعض. الويب سيرش ده مهمته ان انت بتدي له الصلاحيه ان هو يروح يعمل سيرش على الويب. يعني مثلا انت عايز تعمل بحث عن موضوع معين او عن كتاب معين، بمجرد انك بتدي له تشيك او انك تقول له اوكي انت ممكن تروح تعمل ده، هيروح عادي على الويب يبتدي يسيرش على الموضوع، يبتدي يطلع لك كل البيانات، فيعرف يجاوبك بشكل فعلا عملي. وده ليه علاقه باللي تحتيه. ريسيرش ليه علاقه بالويب سيرش. لو انت قلت له
انا موافق انك تعمل ريسيرش، ده يخليه يدي لك ايكون هنا، معناها ان اي حاجه تديها له مش مجرد هيكون بحث عادي، لا ده هيكون ديب ريسيرش على الموضوع نفسه. يعني حرفيا يخش يجيب لك تفاصيل التفاصيل عن الموضوع، مش مجرد شويه بيانات من على الوش او شويه بيانات من على الويب، لا ديب ريسيرش. وعلى فكره الاثنين لازم يكون ليهم علاقه ببعض. يعني انا لو هنا سايب الريسيرش اوبن وجيت طفيت الويب سيرش، الاثنين هيتفقوا مع بعض، هتلاقي الاثنين اتحاشوا مع بعض، لانك لازم تعمل ويب سيرش عشان تعرف تعمل ريسيرش. واخر حاجه الستايل، وده من احسن حاجات مؤخرا اللي ابتدت تحصل، انه كلاود بيجاوبك بالطريقه اللي انت عايزه يجاوبك بيها. يعني دلوقتي هو مدي لك شويه اوبشنز، نورمال، ليرنينج، فورمال، اي حاجه من الحاجات دي انت ممكن تختارها وهو يجاوبك بنفس الطريقه. او ان انت تيجي هنا وتدوس على حاجه اسمها كرييت اند اديت، ومنها انت ممكن تعمل كرييت كاستم ستايل، يعني تحط الستايل اللي انت عايزه يجاوبك بيه حرفيا. كل حاجه وكل طريقه انت عايزه يجاوبك بيها، اذا كانت فورمال، اذا كانت كاجوال، اذا كانت من صاحب لصاحبه، اذا كانت اي حاجه، انت هنا هتيجي ترفع له لا اما ملف. يعني هنا باجي اقول له ان انا اوكي انا ارفع لك ملف، او هدي لك تكست، او حتى هدوس هنا ومن خلالها انا باقول لك انا عايز الستايل يكون عامل ازاي، وهو بنفسه كلود بيروح يعمل لك البريسيت او الستايل ده بنفسه. فانت كمان مش محتاج تدي له PDF او تدي له تكست، لا انت بتقول له بس انا عايزك تكلمني بشكل فورمال، عايزك تكلمني بشكل فريند تو فريند او ايا كان. حلو قوي. دلوقتي انت عرفت كل حاجه ليها علاقه بالشات، تعالى بقى نخش على المنطقه الاصعب شويه، واللي تقريبا 90% من الناس بتنسى ان هي موجوده اصلا. دلوقتي لو جينا هنا في السايد بار هنلاقي شويه اوبشنز كده، ما اعتقدش الناس كتير جدا بتستخدمهم. اول حاجه هي النيو شات، انك لو دوست عليها هيرجعك تاني للشات ويندو، دي طبيعيه. اللي تحتيها بقى هي البروجكتس، دي اللي اتكلمنا عنها من شويه. البروجكتس دي عباره عن ايه بقى؟ البروجكت هي عباره عن فولدر، الفولدر ده بتحط فيه كل ملفاتك، كل محادثاتك، كل التعليمات بتاعتك، وكل حاجه على اساس ان يكون في مكان واحد بس انت قادر تجمع كل شتاتك وكل معلوماتك وكل ملفاتك. فتعالى مثلا نتخيل ان انت صاحب شركه، ودلوقتي انت عايز تخلي في محادثات معينه بملفات معينه بتعليمات معينه واللي هي الانستراكشنز مثلا لكل قسم عندك. يعني مثلا لقسم المبيعات، ولقسم التسويق، ولقسم الاتش ار، ولقسم معين تاني، وايا كان. فانت يبقى عندك كل بروجكت هو كلاود قادر يشوف كل المحادثات اللي بتحصل فيه، وكل الملفات اللي موجوده، وكل حاجه بتحصل في مكان واحد بس، ما تبقاش كل محادثه ماشيه لوحديها. وده من اعظم الحاجات اللي ممكن تعرفها، لانه دلوقتي مش كل محادثه جديده هتبتدي تتكلم معاه من الاول وتشرح الموضوع من الاول، لا انت بمجرد انك حطيت الستراكشرز، انك حطيت التعليمات للبروجكت ده وحطيت الملفات دي وابتديت تتكلم معاه، فكل محادثه هتبتدي تبني على المحادثه اللي قبليها والمعلومات اللي قبليها. طب حلو قوي، نعمل بقى ده ازاي؟ هنيجي هنا وندوس على نيو بروجكت ونبتدي نقول البروجكت ده اسمه ايه، والبروجكت ده هدفه ايه، البروجكت ده مهمته ايه، من الاخر الديسكريبشن بتاعه البروجكت ده. وعلى فكره كلاود بيقرا الحاجات دي. تعالى مثلا نسميه اي حاجه وندوس كريت بروجكت. حلو قوي. هنا هيكون عندك كذا حته. اول حاجه على اليمين خالص ده بيقول لك الميموري، ده بيفهمك انه كل حاجه هتتكلم عنها في البروجكت ده هتبقى مسمعه بعضيها، يعني كله من الاخر مسمع على بعضه وقادر يخش على محادثه التاني. اللي تحتيها هي الانستراكشنز، يعني التعليمات. يعني لو دوسنا هنا انا بدي لكلاود تعليمات بالطريقه اللي انا محتاج البروجكت ده يكون بيتكلم بيها او بيشتغل بيها او بيفكر بيها. كل حاجه انت عايزها تكون موجوده في البروجكت ده اعملها وحطها هنا. يعني مثلا انت عايز تقول له this is a project for my marketing team, make it professional, make everything directly to the content creation. يعني مثلا انت عايز تقول له خلي لي البروجكت ده مخصص لقسم المبيعات عندي، فكل حاجه تطلع بتستهدف ان يكون عندنا مبيعات اكتر، يكون في كلاينت اكوزيشن، يكون ايا كان الحاجه اللي انت عايز تكون موجوده. واخر حاجه هي الملفات. يعني ايه نوع الملفات اللي انت عايز يكون موجود دايما جوه المحادثه دي؟ اذا كانت بقى ملفات ليها علاقه بالماركتنج بتاعك، ليها علاقه بالبراند ايدنتيتي، ليها علاقه بالسيلز، ايا كان اي حاجه حطها هنا. ودلوقتي انت ممكن تعمل كذا حاجه. اول حاجه انك تتكلم معاه بشات طبيعي جدا كانه شات عادي، ولكن جوه بروجكت معين بنفس المودلز بنفس الزائد بنفس كل حاجه. او ودي هنتكلم عنها في فيديو جاي، انك تخليه كتاسك جوه كلاود كوورك، ودي حاجه من الحاجات العظيمه جدا واشرحها لك الفيديو اللي جاي. ولكن خليك بس ايه عارف المنظومه دي بشكل كويس. البروجكت واحده من اعظم الحاجات اللي ممكن تعملها لشركتك،
عشان تنظم كل حاجه فيها. وتالت حاجه هي الارتيفاكتس، ودي بقى واحده بجد من الحاجات اللي صايعه جدا واتعملت مؤخرا. الارتيفاكتس هي عباره عن حاجات انت ممكن تبنيها جوه الايكو سيستم بتاعك بتاع كلود. يعني احنا هنا لو دوسنا كرييت هيبتدي يسالك انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل ابلكيشن او ويب سايت، عايز تعمل دوكيمنت او تمبلت، عايز تعمل لعبه، عايز تعمل ادوات عشان الانتاجيه بتاعتك، عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل كرييتيف اسئله او سيرفي، او عايز تعمل اصلا حاجه من سكراتش، ايا كان انت عايز تعمله. وتبتدي تختار انت عايز تعمل ايه. انت مثلا عايز تعمل ادوات عشان الانتاجيه بتاعتك، انت قلت له كده، هيبتدي بناء عنها يسالك شويه اسئله عشان يعرف يطلع الاداه المناسبه ليك انت. يعني انا مثلا بيسالني انت عايز الاداه دي تعمل ايه؟ تعمل اداره لوقتك، اداره لمشاريعك، لمجرد تاخد بيها نوتس، اداره لعاداتك، او ايا كان. وتبتدي تدي له كل الاجابات دي، وده من خلاله هيعمل لك زي ابلكيشن او سوفت وير صغير جدا تعرف تستخدمه جوه السوفت وير بتاع كلود. وده واحده من الحاجات الحلوه جدا، لانك مش محتاج تروح لحاجات زي كلود كود او اي حاجه كبيره عشان تعمل سوفت وير. ده مجرد انك تتكلم معاه هنا هو عمل لك الارتيفاكت بتاعتك جوه الايكو سيستم بتاعك. طب دي بقى تستخدمها امتى؟ ما اعتقدش ان دي ممكن تستخدمها عشان تعمل حاجه كبيره، دي مجرد انك تستخدمها عشان تعمل تول معينه ليك انت بشكل شخصي مش للفريق بتاعك خالص. يعني مثلا انت هتعمل اداه للتراكنج بتاع المشاريع بتاعتك او المشاريع الشخصيه ليك، وتعمله وتخليه هنا وتستخدمه، لكن مش حاجه كبيره. ورابع حاجه هي الكاستمايز. دي بقى عباره عن ايه؟ ده بيخليك تكريت سكيل لوج ان او كونكشن مخصص ليك انت. طب ازاي الكلام ده؟ دلوقتي لو انا دوست عليها وجيت هنا دوست مثلا اول اوبشن اللي هو كونكت ويز يور ابس، دوست عليها هيرجع تاني يفتح لي الصفحه اللي فتحناها في الاول. ومن خلال الصفحه دي انت بتعمل زي ما احنا قلنا كونكشن مع كل التولز اللي شركتك فعلا محتاجاها او اللي انت بتحتاجها بشكل شخصي كل يوم مثلا. وزي ما احنا قلنا في 500 تول ممكن تستخدمها هنا. طب حلو، ايه بقى تاني حاجه؟ تاني حاجه انك لو دوست هنا هيخليك تعمل سكيل مخصصه ليك انت. يعني مثلا في سكيل هنا اسمها سكيل كرييتور، يعني انك تخلي كلاود عنده القدره ان هو يعمل سكيل بنفسه. طب دلوقتي احنا عايزين نعمل سكيل بقى بجد بتاعتنا احنا. هنيجي هنا وندوس على علامه الزائد وندوس على حاجتين، يا اما براوس يعني انت تشوف ايه السكيلز اللي كلاود مديها لك عشان تعرف تستخدمها، حاجه زي انك تعمل سكيل، انك تستخدم كانفاس، انك تعمل ام سي بي، ان يكون عندك جايد لاين للبراند بتاعك، كل الكلام ده. طب حلو، انا بقى مش عايز كل الكلام ده وعايز اعمل سكيل بنفسي. انا هاجي هنا وادوس على علامه الزائد واقول create my own skill. عندك 3 اوبشنز. اول حاجه يقول لك create with cloud، وده على فكره واحد من الاوبشنز الحلوه جدا. يعني دلوقتي انت مش محتاج تعمل سكيل بنفسك، انت لو جيت هنا ودوست عليها هيخلي كلاود تقعد تتكلم معاه زي ما بتتكلم معاه في اي وقت عادي مجرد الشات، وهو لوحده هيكريت السكيل دي بدالك. افهم الجمله دي كويس قوي. بمجرد انك تتكلم معاه وتقول له انا عايز اعمل السكيل دي عن ايه بالظبط، هو هيروح بنفسه ويعملها عشانك. او يا سيدي ان انت عايز تعمل انستراكشنز بس للسكيل دي من غير اي فولدرز، من غير اي حاجه تانية. او ثالث واحده ان انت بقى عايز تعمل السكيل دي حرفيا بايدك، تكتب كل حرف، تحط كل فولدر، تبني كل ستراكشر، كل حاجه بايدك. كل اللي بتعمله انك بتيجي هنا تعمل ابلود سكيل، ومن الاخر بتحط الفولدر بتاع السكيل دي. واخر حاجه اللي قلنا هنتكلم عنها بعدين هي البلوجنز. البلوجنز ما تقدرش تستخدمها في الشات العادي مع كلود، بتستخدمها في حاجات زي كورك او كوت. ولكن عشان تفهمها، البلوجن هي عباره عن كل اللي انا قلته ده مع بعض. طب يعني ايه؟ يعني البلوجن عباره عن شويه كونكشنز مع شويه سكيلز مع شويه انستراكشنز جوه بروجكت واحد تعرف تستخدمه وقت ما تحب. يعني مثلا لو دوسنا على البلوجنز هو اصلا مديك شويه حاجات جاهزه. لو دوسنا مثلا على قسم السيلز، يعني بلوج ان معموله للسيلز خصوصا، لو دوسنا عليها هتلاقي هنا في اول حاجه اسمها ديسكريبشن، ده الوصف بتاع السكيل. طب حلو، دول عباره عن presets prompts. طب يعني ايه بقى من الاخر؟ يعني مثلا هنا هو بيقول لك انا اقدر اعمل لك الحاجات دي بمجرد انك تدوس عليها وتقول لي بالظبط عايز تعمل ايه. يعني مثلا اقدر اجهز لك لسيلز كول او مكالمه مبيعات انت هتخش عليها، اقدر اجهز لك فولو اب، اقدر اعمل لك بايب لاين للريسك او النكست ستيب او الخطوات اللي جايه لشركتك مثلا. فدي حاجات جاهزه ممكن تستخدمها او تستخدمها بشكل عشوائي جدا عادي خالص. وتحت خالص هتلاقي ان هو ضايف لك 9 سكيلز، 9 سكيلز معمولين مخصوص للبلوج ان دي. وتحتيهم هتلاقي ان هو ضايف لك
14 كونكشن، ده حرفيا يعني هو هنا عامل لك كونكشن مع سلاك، مع هاب سبوت، مع كلاي، مع زوم، مع نوشن، مع مايكروسوفت، مع ابولو، مع اوتريتش، مع كالندر، مع جيميل. كل دول كونكشن بيخشوا على طول اول ما تعمل البلوج ان دي، او اول ما تستخدم البلوج ان بتاعت السيلز. فمن الاخر عشان تفهم يعني ايه بلوج ان، هي كل حاجه على بعضيها. هو البروجكت بتاع الكونكشنز، بتاع السكيلز، بتاع الانستراكشنز، تستخدمه وقت ما تحب. من الآخر مرّة واحدة يدّيك كل القدرات بتاعة أي حاجة أنت عايز تعملها. وفي كذا plug in أنت ممكن هنا تقعد تresearch ما بينهم، تقعد تشوف كل واحد فيهم بتعمل إيه، وتشوف أنت ممكن تستخدم إيه فيهم. وعلى فكرة في حاجات للbrand voice، في حاجات للdesign، وتحتيها بيقول لك مين الشركة اللي عملت الplug in دي. يعني مثلًا دي عملتها Anthropic اللي هي الdesign، دي عملتها Miro اللي هي أصلًا بتاعة Miro. أيًا كان أنت ممكن تستخدم 500 واحدة وكل واحدة بتقول لك بالضبط مين عملها. واخر حاجه تحت هتلاقي كل المحادثات اللي انت اتكلمت معاها قبل كده. ومن الاخر دي كل حاجه ليها علاقه بكلود، مش محتاج تعرف اي حاجه تانية عن الاداه دي، لانك دلوقتي عارف كل حاجه تستخدمها ازاي. مهمتك بقى دلوقتي، او بجد التاسك اللي مطلوب منك، او اللي انا بقول لك فعلا لازم تعمله، هو انك تخش على كل واحده فيهم. انا عايزك حرفيا اكتشف، العب في كل واحده فيهم. يعني مثلا خش على البروجكت، كرييت بروجكت وشوف بيتعمل ازاي، وحط شويه ملفات وابتدي اتكلم معاه، شوف هو قد ايه اصلا ممكن يكون قوي. مثلا خش على الارتيفاكتس، اعمل اب صغير كده يساعدك في حياتك، وابتدي استخدمه وابتدي اعدل عليه. خش على الكاستمايز، ودي اهم حاجه على فكره، وابتدي حط لي حاجات ليها علاقه بيك. ابتدي حط ستايل ليك انت مخصوص، ابتدي حط سكيل ليك انت مخصوص، ابتدي حط كونكشن يخلي العمليه او البروسيس ما بينك انت وكلاود تبقى اسهل واسرع مثلا. اعمل كل الحاجات دي، جرّب، وجرّب، وجرّب، ما تخافش ما فيش حاجة هتبوظ. أي حاجة حرفيًا هنا أنت لو عملتها وعايز تشيلها، يا إما ممكن تشيلها بنفسك، يا إما ممكن تقول لcloud هنا يروح يشيلها لك، هو حرفيًا هيشيلها لك. فحرفيًا ما تخافش من الحاجة، جرّب بإيدك، روح هنا واعمل كذا، وروح هنا واعمل كذا، اعمل style مختلف، جرّب كل حاجة، جرّب كل model فيهم على فكرة، جرّب كل حاجة بتعمل إيه. فمن الآخر أنا دلوقتي اديتك الblueprint، أو يعني اديتك الخطوات اللي تفهمك بالضبط كل أداة منهم بتعمل إيه، وحرفيًا الeco system كله بيعمل إيه. مهمتك دلوقتي إنك تروح تجرّب بقى الحاجات دي، روح جرّب بإيدك، شوف الحاجات دي بتعمل إيه. فمن الآخر دي أهم نصيحة، مش محتاج تسمع دلوقتي أي فيديو تاني عن Claude، أنت دلوقتي بقيت فاهم عنه كل حاجة. مهمتك إنك تروح تستخدمه، تكتشف الحاجات دي بنفسك، تفهم الحاجات دي بنفسك، تجرّبها لحد ما توصل للversion أو النسخة اللي فعلًا أقرب ليك وشبهك، وبس كده.